لامين يامال طلع اليوم في مؤتمر ناري قبل مواجهة إنتر، وتكلم بكل ثقة عن حلمه بالتأهل وعن مقارنته بميسي، ورد على الانتقادات من مدريد، بل حتى كشف عن العادات الغريبة اللي يسويها قبل المباريات. في البداية تكلم يامال وقال: هذه أول نصف نهائي لي، وكذلك للعديد من زملائي في الفريق. عندنا رغبة كبيرة في التأهل إلى النهائي، ومن الواضح أننا نريد أن نظهر لجماهير برشلونة ما نحن قادرون عليه، وأن نبذل كل ما لدينا لتحقيق ذلك. سؤال الصحفي: قبل المباريات الكبيرة تنشر رسائل وتصبغ شعرك، هل هو حافز أم تحدي؟ جواب يامال كان: أقوم بذلك كي يمر الوقت بشكل أسرع وأسلي نفسي. الأمور تسير معي بشكل جيد حاليا، لكنني أفعل ذلك فقط لأنني أشعر بالملل في المنزل. سؤال الصحفي: تصريحك لا يستطيع التغلب علينا لم يعجب جماهير العاصمة. جواب يامال: طالما أنني أحقق الانتصارات لا يستطيع أحد أن يقول لي شيئا. إن حتى يخسروني عندها يمكنهم الحديث. سؤال صحفي: أي زميل فاجأك بمستواه؟ جواب يامال: بعيدا عن بيدري ورافا، في الحقيقة مستوى إنييغو وفرينكي كان مذهلا. أراهما لا يحصلان على التقدير الكافي، لكن بالنسبة لي هما مهمان جدا وقدموا موسما رائعا. سؤال صحفي: كيف تريد الناس أن يتذكروا؟ رد يامال: كلاعب أن يقال عني إنني جيد، وكإنسان أن أكون محترما ويحترمني الآخرون. هذا ما تعلمته من والدي. سؤال صحفي: ما رأيك في دفاع إنتر ميلان؟ رد يامال: قوي جدا، وهذه أقوى أسلحتهم، الهجمات المرتدة ولعبهم الجماعي، لكن نحن أيضا جيدون بالكرة ويجب أن نلعب كفريق واحد. سؤال: 100 مباراة مع برشلونة وأنت لم تتجاوز 17 عاما، كيف تشعر؟ قليل من اللاعبين فعلوا ذلك في مثل سني. أقدر هذا الشيء كثير. الاستمرارية صعبة، خاصة في ناد مثل برشلونة. سؤال: هل شعرت بالخوف يوما قبل المباريات؟ لا، لو كنت خائفا لما نشرت شيئا على إنستغرام. عندنا بعض التوتر الطبيعي وهذا شعور جيد. سؤال: هل تشعر بالضغط وسط كل هذا الزخم؟ لا أسميه ضغطا، بل فرصة للاستمتاع. النهائي لحظة لا تتكرر دائما. سؤال: ماذا عن تراجع مستوى إنتر مؤخرا؟ نحن في نصف نهائي دوري الأبطال والكل سيقدم كل ما لديه، لا علاقة لنتائج الدوري. مباراة السبت كانت صعبة بدنيا جدا، لكن القلب هو من يقودنا في مثل هذه اللحظات. سؤال: كيف كان يوم انقطاع الكهرباء؟ لم أكن أعرف ماذا أفعل. جئت للمدينة الرياضية والتقيت بالزملاء، لكننا الآن مركزون على نصف النهائي. سؤال: ماذا عن مقارنتك بميسي؟ لا أقارن نفسي بأحد، وخاصة ميسي. أحاول فقط أن أكون نفسي وأشق طريقي. ميسي الأفضل في التاريخ وأنا معجب به. سؤال: ميسي ما يسجل على إنتر، لو سجلت أنت عام أن تكون هذه حقبة برشلونة. ميسي سجل على الجميع تقريبا. أتمنى لا نسجل فعلا. سؤال: هل السن يؤثر على مستواك؟ أما فيك عمر محدد لكرة القدم، إذا كنت مستعدا فأنت مستعد. إحنا شباب ونقدم مستوى عالي. سؤال: لاعبك المفضل في إنتر، وما رأيك بأسلوب لعبهم؟ باريلا ولوتارو يعجبني كثيرا، أسلوبهم مزيج بين الدفاع الإيطالي التقليدي والهجوم الحديث، أحب مشاهدتهم. سؤال: نصيحة رافينها لك؟ كانت رسالة طويلة وشخصية جدا، ساعدتني كثير. رافينها شخصية مهمة جدا لنا كقائد وخبير. سؤال: فيديو هيكتور فورت بعد نهائي الكأس. نعم، هذا يعكس مدى ارتباطنا بالنادي. نحن لم نأتي من الخارج، نحن أبناء لاماسيا، نعيش من أجل هذا القميص.